لما نمت عدد ساعات قليل عدد ساعات كتير بتحس ان انت برضك عايز تنام تاني، حاسس انك كسلان ومش قادر تقوم تعمل اللي عليك، وده بيكون شكلك اول لما تصحى. هل الزوج حق يضرب مراته؟ نعم. هل الراجل حق يضرب مراته؟ حل الزوم. الراجل ليه حق انه يضرب مراته؟ ممكن انا اكون احسن حد بيتكلم عن الموضوع ده علشان انا مريت بهذه التجربه، وعلى رأي المثل اسأل مجرب، بس لا لازم نسأل الطبيب برضك يعني. فدلوقتي انا هقول لكم ايه الحاجات اللي كانت بتخليني احس ان انا مش قادره اقوم، نومي متلخبط، حاسه ان الدنيا متلخبطه حواليا. ايه هي الحاجات دي وازاي حلتها؟ دي اول مره تشوفني انا مريم بعمل فيديوهات متنوعه ومختلفه عن الحاجات اللي انا مهتمه بيها، فما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير لصاحبك اللي مش بيعرف ينام. كل حاجه وهي ان انت يا صديقي مواعيد نومك مش منتظمه. خلي في ساعه معينه زي ما بنعمل مع الاطفال كده، وزي ما كل اهلنا زمان كانوا بيعملوا معانا، الساعه 9 تبقى نمت، الساعه 10 ده ميعاد نومك، ما ينفعش تبقى بره السرير. بالظبط كده، اختار ميعاد محدد اللي يناسبك ويناسب اللايف ستايل بتاعك، ايه هو اللي تنام فيه. انا مثلا لازم انام الساعه 11 عشان اقدر اصحى مثلا اصلي الفجر، وعلشان اكمل بقيه اليوم لو ورايا حاجه قبل ما انزل. كل واحد عارف ايه هي الوقت اللي هيناسبه، انا مقدرش اقولك ساعه معينه، بس اقدر اقولك نظم الساعة دي. يعني انا لو هنام 9 يبقى انام كل يوم الساعة 9، هنام 10 يبقى كل يوم الساعة 10. انت ادرى واحد انت ينفع تنام امتى، ما ينفعش تنام امتى، ايه هو الوقت المناسب ليك. لان ده يا صديقي بعدين هيخليك يعالجك من الارق، يخليك بعد كده لو انا بنام الساعة 11 كل يوم لما يجي عليا الساعة 11 انا لازم انام دلوقتي، ده ميعاد نومي، انت كده ظبطت الساعة البيولوجية بتاعتك، فهترجع تنام تاني مظبوط. يا صديقي اي حاجة فيها اي نوع من انواع الكافيين هي شيء مضر بالصحة، تمام؟ عشان نكون متفقين، فلازم تبقى عارف ان قبل ما تنام، لو احنا خلاص دلوقتي حددنا احنا ننام الساعة كام 11، يبقى من الساعة 9 انا مش هشرب اي حاجة فيها كافيين، ان كان شاي، قهوة، نسكافيه، دلوقتي مقاطعين نسكافيه، اي بديل ليه، تمام؟ ما نشربش اي حاجة فيها كافيين وانت عارف انت بتشرب ايه. فالكافيين مرفوض قبل النوم على الاقل ساعة او ساعتين، علشان لما تيجي تنام تعرف تنام نوم عميق، يكون نومك احسن وافضل بكتير. ممارسة الرياضة، الرياضة مش بس للناس اللي عايزة تخس او للناس اللي عايزة تبني عضلات، الرياضة حاجة مفيدة جدا لجسمك وليها فوائد كتير جدا. انت بس ادخل على جوجل واكتب فوائد الرياضة، يعني هتلاقي فوائد بالهبل. الرياضات مختلفة، ممكن تتعلم سباحة، او ان انت تنزل جيم، او ان انت تلعب يوجا، او ان انت تلعب اي العاب انت حاببها ومستريح فيها. زي ما قلت قبل كده كل واحد بيعمل الحاجة اللي تناسبه هو. يعني انا مريم مثلا بتمرن في الجيم او بتمرن في البيت وبتمرن يوجا علشان احافظ على جسمي واخلي صحتي احسن. انا بستثمر دلوقتي الوقت ده اللي بعدين، لمريم اللي عندها 30 35 40 50 سنة، هيكون صحتي افضل، لياقتي البدنية اعلى، عظمي هيكون في حالة افضل. رياضة انواعها كتير جدا ممكن تمارسها زي ما قلت بابسط حاجة في البيت. صدقني الموضوع مش محتاج منك اي حاجة غير بس تليفون، هتجيب التمرينات اللي انت محتاجها. قررت النهاردة هتمرن بطن، هتمرن رجل، هتمرن باج، اللي انت على نظام اكلك. نظام اكلك ازاي ماشي؟ ازاي بتاكل اكل هيلثي، ما بتاكلش فاست فود، ولا كل حياتك اكل من بره، معلبات، اندومي؟ وانا شخص باكل اندومي، بس حاول ان انت تخلي الموضوع كل فين وفين، كل شهرين، يعني كل شهر، يعني ابسط الامور كل شهر. لو انت متعود تاكله كل يوم خليها كل شهر، كل اسبوع، بعد كده كل شهر، بعد كده شهرين، فهمني؟ وصدقني يعني مش ده اللي هيخلينا خالص من نحس ان احنا كل كويس. ادي لجسمك الفاكهه اللي هو محتاجها، الخضار اللي هو محتاجها، البروتين اللي جسمك محتاجه. مش عايزاك حد ما بياكلش ولا حد بياكل، خير الامور الوسط، يعني الوسط دايما في كل حاجه حلو. فكل اكل صحي، اهتم بصحتك، اهتم بنظام اكلك، صدقني ده هيفرق معاك جدا، هيفرق في صحتك وفي نفسيتك وفي بشرتك. نركز في موضوع بشرتك دي، يعني الموضوع هيفرق جدا. ابعد عن التليفون يا صديقي،
انت شايف ان لو انت بعدت عن التليفون ساعة بس قبل ما تنام دي فيها مشكلة؟ انا مش بقولك ساعتين، انا بقولك ساعة واحدة بس قبل ما تنام تبعد عن كل الاجهزة الالكترونية، ان كان التي او التليفون او اللاب او اي جهاز الكتروني عندك ممكن يطلع لك اشعة، ابعد عنه. ممكن تعمل حاجات كتير قوي، ممكن تقعد تحضر لبسك لتاني يوم، ممكن تكتب تو ليست اللي وراك، ممكن مثلا تقعد مع عيلتك شويه، ممكن تلعب مديتيشن، ممكن تصلي قيام الليل، حاجات كتير جدا ممكن تعملها قبل ما تنام. فحاول حاول 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 تبعد عن اي جهاز الكتروني قبل ما تنام، علشان ما يجيش لدماغك ان احنا لسه بدري، احنا لسه شغالين. عشان صدقني الساعه تبقى نص ساعه، وغير كده خلاص احنا يعني انت سبت التليفون وهتنام تمام، انت مش متخيل كميه التاثير الضار اللي بيرجع النور. ابعد عن اي اضاءه عندك في الاوضه، ضلم المكان تماما. ده هيساعدك ان انت تنام اسرع، ده هيساعدك انك تحس باسترخاء، زائد ان انا قلت لك ابعد عن اي حاجه ممكن تسبب اشعه ضاره ليك. انت عايز تنام كويس، نوم عميق، نوم مظبوط جدا عشان تصحى فايق وتقدر تبقى برودكتيف لليوم اللي بعده. فمش عايزه اطول في النقطه دي. ابعد عن النور. في ناس ما بتقدرش لاسباب ان هي بتخاف مثلا، يعني تحاول على قد ما تقدر الاضاءه تكون بسيطه جدا وتكون حاجه بعيده عنها مش قريبه منها، والقلق، وده من اسباب الضغط النفسي. اوقات كتير بتبقى مضغوط، فده بيأثر على نومك وصحيانك وصحتك والانتاجيه اللي انت هتعملها في اليوم. فلو انت متعرفش، انا عملت فيديو كامل قبل كده عن الضغط النفسي وايه الحاجات اللي بيسببها وازاي نتخلص منها. لو ما شفتش الفيديو هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، فما تنساش تروح تشوفه. سلام، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.